أهلا، معكم بلقيس من محل إبرة وخيط. بالحلقة اللي طافت تكلمنا عن ديكورات غرفة الخياطة اللي هو المود بورد، شنو الألوان اللي نختارها، شنو الأثاث اللي نختاره، وتكلمنا عن الفلور بلان اللي هو وين نحط الأثاث، كل قطعة أثاث وين مكانها بالضبط بالغرفة. في حلقة اليوم راح نتكلم عن تصميم الحوائط وطبعا الأرضيات، وراح نقول بالضبط كل قطعة أثاث من وين نشتريها أو من وين نجيبها. يلا خلينا نبدأ. قبل لا أنسى بليز لا تنسون تحطون اللايك وتتابعون الاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. فأول خطوة قاعدة أفكر فيها اللي هو ورق الحائط. طبعا هي كانت حاطة بالمود بورد أكثر من تصميم حق ورق الحائط. طبعا أنا ما راح أختار نفس الشكل اللي هي حاطته، بس رحت أونلاين على أساس أدور في بنترست أو حتى هنا عندنا بالكويت شنو الورق الحائط المتوفر. ومن بين ورق الحائط اللي شفتهم آخر شي قررت أني أخذ على تصميم البجعة. خلينا نقول هذا هو صورته، عاد ما أدري شنو اسمها الطير، بس المهم أن هذا وايد عجبني، وحتى إن ألوانه عجبني، حسيته يعني هادي، ألوان هادية كذي، مو ألوان فاقعة أو تعور العين أو كذي. وبخصوص الوال بيبر والكلام المكتوب قررت إني ما أحط الكلام، بس هذا الوال بيبر حسيته كافي. بعدها كلمت مصممة على أساس تسوي لي تصميم الحوائط بالضبط، يعني أعطيها مقاسات الغرفة وتقول بالضبط على هالطوفة نحط كذا كذا كذا. فأنا أحب الوال بانلز اللي يكونون شكل مستطيل أو مربعات، أو لا هو أغلب المستطيل، وعجبني الوال بيبر فقلت لها أبي أحط هذا الوال بيبر ووريتها صورته. طبعا في البداية حاولت تقنعني إني ما أحط وال بيبر، بس قلت لها لا أنا أصريت إنه يكون موجود، وقلت لها عن المود بورد وشو الأشياء اللي أحبها ما أحبها، شلون توزيعات الأثاث وهالشي يعني. وهو من ضمن الباكج مو بس تصميم الحوائط إنه تقول بالضبط شنو أحط وين، هم بالأثاث تقولي كل قطعة أثاث من وين أشتري بالضبط يعني. فراح تلاحظون في أغلب الأثاث اللي بالصور هو راح يكون من آيكيا، لأن في بعض الأثاث موجود عندنا فراح أخليه نفسه موجود، ما عدا يمكن الطاولة اللي بالنص اللي أتوقع هو اللي شوي غير. وإحنا عندنا غرفات فراح أستخدم نفس الغرفة اللي موجودة عندنا، ما أدري يمكن ألبسه أو شيء على أساس يكون نفس اللون اللي بالصورة، هو لونه صاير مثل أوف وايت كذي. ما أدري إذا راح أجدده أو لا، لأن اللي عندنا جلد، فما أدري شلون بالتنظيف راح يكون سهل أو صعب. يمكن أحط له كفر. إيش رأيكم؟ إذا عندكم أي معلومات عن هالموضوع كتبولي بالكومنتس على أساس الكل يستفيد. طبعا إيه الغرفة ما شاء الله كبيرة، وأنا عندي 4 غرفات، فالمصممة اقترحت إن أحط 2 بزاوية و2 بالزاوية الثانية، فصايرين بالكورنر. خلي أشرح الغرفة من البداية على أساس يكون واضح شلون حطت الليات. هو تقريبا نفس التصميم الأولي بس فيه شوية تعديلات. فهذا هو التصميم الأولي اللي كنا مسوينه بالمود بورد. طبعا الأرفف كله شلناه، قلنا ما له معنى، والأرفف بس راح يخلينا نخزن أكثر. المانيكان وهالأشياء شلناه وحطينا قاعدة أقدر أقعد وأخيط وأصور. مو بالضرورة أنه يكون في مكان هني حق التصوير، يعني أنه يكون شيء للعرض، وهذا ما يحتاج. في الطاولتين اللي هما مكتوبين رقم 8 هذيلا شلناهم، لأن يعني ما أخذ مساحة وايد على الفاضي، وهذه الطاولة الواحدة اللي بالنص كافية. وطبعا بالزاوية الثانية هم حطينا اللي هو الغنفات، فصاير أول ما تدخلون من الباب في غنفات، وبعدين طبعا تشوفون الوال بيبر، بعدين غنفات، طبعا طاولة كبيرة بالنص، وبعدين يم الباب أو خلينا نقول بين البابين اللي هو مكان الخياطة وهالأشياء. بعدها سألتها عن الثريا على أساس يعني أعرف من وين أختارها أو شنو تشكل إنه يكون نفس الصورة أو لا. قالت لي بما أن الغرفة ارتفاعها أقل من 3.5 أمتار فما له معنى أحط ثريا، وقالت إن الثريا راح يقصر شكل الغرفة أكثر، وهي قالت إن يعني اقترحت إني أشيلها أصلا ما أحطها. وفكرت في الموضوع وقلت يمكن صح، وبعدين ما أدري أنا شوي طويلة فما أدري خفت طق راسي أو شيء، يعني مو طويلة لهالدرجة، بس قررت إني أشيل الثريا من التصميم. وبس هذا هو التصميم.
طبعا خلاص حددنا شلون راح يكون الحوائط، شلون التصميم الحوائط اللي هو شكل المستطيل، وطبعا بينهم وول بيبر في أماكن معينة، والسقف خلاص راح يكون ليتات عادية وشلنا الثريا. توزيعة الأثاث خلاص هذا هو، لأن الأثاث تقريبا كله عندي، بس باقي الغنفة ألبسه أو لا، وإنه ينقلون الأثاث حق الغرفة، وأتوقع كذي غطيت كل شيء. إذا في شيء نسيته كتبولي بالكومنتس، وأشوفكم بالحلقة الجاية. مع السلامة.